السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة 20 من بودكاست فذكر في اليوم ال20 من الشهر الكريم. رمضان بيجري بينا يا جماعة، وهو دخلنا على العشر الأواخر من رمضان، العشر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيشهم بطريقة مختلفة تماما. كان يشد مأذره ويحيي ليله ويوقظ أهله وكأنها آخر فرصة له مع رمضان. طيب ليه كل ده؟ عشان فيهم ليلة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر. في سؤال هنسأله لنفسنا هنا، احنا هنعمل ايه في العشر الأواخر دول؟ هل هنجتهد زي ما كان النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم، ولا هتكسل وتستسلم للتعب وتضيع الفرصة اللي ربنا أكرمك بيها؟ تعال أقول لك ازاي نستغل العشر أواخر دول من رمضان. أول حاجة، أكثر من الذكر وبالذات في الأيام دي. والذكر عندك منها أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح بتكون من بعد الفجر، وأذكار المساء بتكون من بعد العصر. تاني حاجة، اوعى تفوت قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. لو ما قدرتش على كده يبقى على الأقل صلي ركعات على قد ما تقدر تزيد بيها قربك من ربنا، ولو حتى ركعتين بخشوع وصدق. بس أهم حاجة ما تكسلش عن قيام الليل. تالت حاجة وبكررها، الدعاء الدعاء الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، وبالذات في ليالي العشر الأواخر من رمضان. أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو عرفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فخلي الدعاء ده ثابت على لسانك، وكمان ادعي بكل اللي نفسك فيه، فالدعاء في الليالي دي مستجاب بإذن الله. طيب إيه الأدعية اللي نكثر منها في الليالي دي؟ أول دعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تاني دعاء: اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. تالت دعاء: يا رب ارزقنا حسن الخاتمة واغفر لنا ذنوبنا. رابع دعاء: اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. خامس دعاء: اللهم اجعلنا من أهل الجنة بغير حساب. وبالله عليكم ما تنسوش تدعوا لأهل غزة في فلسطين، لأنهم في أشد الحاجة للدعاء، وبالذات في الأيام دي. اللهم نستودعك أهالي غزة وفلسطين، فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجندك، وانزل عليهم سكينتك، وسخر لهم الأرض ومن عليها. رابع حاجة، قراءة القرآن الكريم. ولو ما قدرتش تختم المصحف حاول تقرأ على الأقل جزء كل يوم، أو حتى آيات بتدبر وخشوع. المهم تعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. وفي حاجة كده اسمها جوهرة القرآن، واللي هي موجودة في قل هو الله أحد، اللي هي سورة الإخلاص، والتي تكافئ من قرأها لمرة واحدة وكأنه قرأ ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابة رضي الله عنهم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يعني أنت لو قرأت سورة الإخلاص 3 مرات كأنك ختمت القرآن الكريم في كل ليلة. فحاول تكثر من قراءة سورة الإخلاص من كل ليلة في العشر الأواخر من رمضان. ولكن ده مش معناه انك تهجر القرآن، فخلي بالك ده مهما كان كلام ربنا سبحانه وتعالى. خامس حاجة، الاعتكاف. ولو مش قادر تعتكف في العشر ليالي كلهم، جرب تعتكف وحتى لو ليلة واحدة، وتخصص وقت بينك وبين ربنا بعيد عن الدنيا وزحمتها. سادس حاجة، الصدقة. كل ليلة من العشر ليالي ممكن تكون ليلة القدر، فتخيل لو تصدقت ولو بحاجة بسيطة كل ليلة، يبقى كأنك تصدقت 83 سنة كاملة، ويضاعف الله لمن يشاء. الأيام دي كنز، وربنا بيكرم اللي بيجتهد فيها، فخلونا ناخدها بجدية ونعيش مع ربنا بقلوب مليانة يقين وحب لله سبحانه وتعالى. ما تنسوش تدعموا الخير وتشاركوا الحلقة مع اللي بتحبوهم، فالدل على الخير كفاعله. يمكن حد يسمعها بسببك وتكون نقطة البداية ليه، فتكون في ميزان حسناتكم بإذن الله. ربنا يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا من عتقائه من النار يا رب العالمين. وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة. أشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.